من جد مش طبيعي. زوران اللي عمله اليوم مش طبيعي بكل أمانة. على المدربين أن يتعلموا منه كثيرا كثيرا كثيرا. عمل شيء جديد في كرة القدم السعودية. زوران إذا استمر سيكون كارثة على كل الفرق. لا هيش حصة رياضيات ولا هي إحصاء ولا هي حاجة، هي طريقة لعب. عندما شاهدنا التشكيل قلنا زوران مجنون. والله هو مجنون اللي يلعب بالطريقة دي بالدربل ويحفظ لعبته. لا ده أنا أظن إن هو مجنون كورة كمان. مدرب عبقري، قرأ الفريق بشكل مميز ووضع العناصر بشكل ممتاز. التغير اللي حصل في الشوط الثاني، شوف زوران يمكن يثبت حتى الآن لأنه مدرب يعني أنا أقول يمكن يميل أكثر إلى العبقرية. لكن أنا برأيي، لا عطني تصويتك، خلي الشهادة. تصويتي إنه الأفضل زوران. لكن لما يفاجأ زوران دياز بتكتيك مختلف، أنا أعتقد حتى لاعبين الهلال الممر يشوش عندهم، يعني ما هو نفس التكتيك الفني اللي اداهم دياز، ولا قريب منه ولا في حالة حتى الخطة باء. والله شوف أنا أعتقد أنه إحنا تكتيك السيد زوران أنا ما أبغى أحد يشرحه إلا السيد زوران نفسه، لأنه تكتيك عالي المستوى لا تستطيع أن تشاهده إلا في الملاعب الأوروبية اللي تعرف تلعب كرة قدم محترفة. فلذلك حقيقة المدرب زوران بصراحة يعني باختصار أعطى دروس للمدربين كلهم، إنك أنت زي ما تلعب مع يعني بالضغط العالي مع فريق زي الفتح، مع فريق زي هجر، أنت من المدربين ترى تقدر تلعبها مع الهلال. يكفي فخر هذا المدرب انه جعل كل المتابعين يقفون مشدوهين امام الشاشه، مو عارفين الاستراتيجيه والطريقه اللي لعب فيها النصر. دياز بعد المباراه يعني صرح تصريح قوي جدا، تحدث عن هويه للفريق الهلالي غايبه جدا. من اللي غيب الهويه؟ مش غيبها مثلا ان الهلال المستوى كان سيء، لا، اللي غيبها التكتيك اللي لعب به المدرب المنافس بالنسبه له.